فيلم هارلي هو يعتبر أحد أهم أفلام العيد، فيلم من بطولة محمد رمضان ومي عمر ومحمود حميدة. المكنة الجامدة دي يا هارلي. في 2 حرامية في الرابع، اطلعوا لي بسرعة. زميلي خليهم 3 حرامية. فيلم هارلي أعتقد يعتبر أكتر الأفلام المنتظرة، خصوصا بعد نجاح مسلسل جعفر العمدة في رمضان. الناس بقت منتظرة تشوف محمد رمضان وتشوف هيعمل إيه بعد ما غاب عن السينما الفترة دي كلها. قصة الفيلم باختصار بتتكلم عن هارلي مهندس الميكانيكا اللي أخوه بيتوفى بسبب الشغل الشمال اللي كان بيعمله، فبيقرر يسيب العصابة اللي كان شغال معاها، لكن العصابة بيكون ليها رأي تاني ومش بتسيبه في حاله. فيا ترى إيه اللي هيحصل؟ نرجع الفيلم بقى، هل الفيلم حلو؟ هل يستحق المشاهدة؟ هل يستحق إن أنا أدفع 100 جنيه وأنسى أشوفه في العيد؟ جاوبك على كل ده، بس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. هنتكلم على ايجابيات الفيلم. ايجابيات الفيلم واكيد اكيد اكيد اداء محمد رمضان، الاكشن بتاعه، الكوميديا بتاعته، كل حاجه كانت كويسه ومعقوله. بس الفيلم ما كانش فيه تحديات تمثيليه الحقيقه، يعني مثلا ما كانش فيه اي مشهد درامي مثلا يحتاج ان تمثل بطريقه اوفر او كويسه جدا. تاني حاجه هو محمود حميده، انا بحبه جدا يا جماعه. كاريزما محمود حميده واسلوبه والكوميديا اللي بتطلع منه رائعة. عمري ما هانسى دوره في فيلم أهواك، والإفيهات اللي بتطلع منه وكان بيتكلم عن تامر حسني يا برو ومش عارف إيه. كان تالت إيجابية في الفيلم هي مي عمر. هتقول لي مي عمر؟ بجد مي عمر؟ أقول لك مي عمر. مي عمر المرة دي مش وحشة قوي زي كل مرة، هي وحشة على خفيف كده. أحسن حاجة في الفيلم حقيقة هي مشاهد الأكشن، وده لو هنرجعها لسبب إيه فسبب المخراج بتاع الفيلم. إخراج الفيلم حلو جدا على مستوى الأكشن والمطاردات، ولازم يعني لازم تكون مشاهد كويسة. يعني فيلم اسمه هارلي وبيتكلم عن مهندس ميكانيكا وموتوسيكلات وعصابات موتوسيكلات، فأكيد أكيد أكيد لازم يبقى فيه مشهدين تلاتة مطاردات حلوين، أما إحنا جايين نتفرج على إيه؟ سلبيات الفيلم، هو فيلم من أفلام محمد رمضان بتاع زمان أوي. هو تحس إن هو قلب الأسد عبد موتة، هو نفس القالب بس الشخصيات اختلفت. يعني الفيلم ده أمريكاني شوية، نفس القالب نفس كل حاجة تقريبا، وغيرين بعض الحاجات وحطها في قالب جديد أو حطها في شكل جديد. وبعد العيب التاني هو الكوميديا. الصراحة الكوميديا ضحكتني أنا شوية في أكتر من موقف وكانت عجباني لحد ما، بس هي معتمدة بشكل كبير بنسبة 90% على الإيحاءات والحاجات البلس 18 كلها. تالت عيب وهو الفيلم متوقع قوي يا جماعة، يا خرابي مفيش مشهد أو أي حاجة هتحصل في المشهد اللي بعده إلا لما أنا متوقع هيحصل فيها إيه. وده مش ذكاء مني ولا حاجة، ده عشان الفيلم متوقع قوي. أي عيل صغير هيقول لك المشهد اللي جاي هيحصل كذا يا بابا. الفيلم مليان أغاني محمد رمضان المعتادة، تقريبا تلات أغاني أو 4 أغاني مش متأكد، نفس الفكرة. كل ده تقريبا كان متوقع، يعني متوقع من أفلام محمد رمضان. بس أنا مش عارف ليه توقعت إن شكل الفيلم ده والفيلم ده هيبقى مختلف شوية عن الأفلام التانية، لكن هو نفس القالب. من الآخر كده يا جماعة، الفيلم ده محدش هيعجبه غير معجبين محمد رمضان، اللي بيحب محمد رمضان وأفلام محمد رمضان. ولو أنت حبيت أفلام زي عبده موتة وقلب الأسد والكلام ده، فالفيلم ده هيعجبك وهتنبسط منه. تقييم النهائي للفيلم هو 5/10. فيلم عادي جدا نقدر نقول عليه مقبول بالعافية. لو انت بتحب محمد رمضان وبتحب افلامه ونوعية افلامه والكوميديا بتاعته والاكشن بتاعه فادخل الفيلم. لو ما بتحبش محمد رمضان اوعى تدخل الفيلم، لان انت بصراحة هتندم على 100 جنيه 100%. بس كده، لو عجبك الفيديو متنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، بص على الفيديو القديمة وتفعل زر الجرس عشان تشوف الفيديو الجديد اول باول. سلام.